السلام عليكم يا جماعة. المثل بتاعنا النهاردة أنا الصراحة مش عارفة هو مثل ولا مقولة، بس أنا كده هاتعامل معاه على إنه مثل لإن أنا كده عايزة أتكلم عنه عشان هو لطيف فيما يخص مهارات التواصل، وهو بيقول: اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع. طيب يعني في ناس جميلة يا جماعة بس بتعمل حاجة مش جميلة من غير ما ياخدوا بالهم، وبيحرموا الحاجة اللي محتاجها بيتهم على أهل البيت بس تبقى حلال لأي حد تاني غير أهل البيت. زي إيه مثلا؟ آه الفلوس. نلاقي مثلا إنه إحنا ممكن نخصص جزء من فلوسنا لشخص في العيلة، وييجي ابني يبقى بيطلب مني حاجة بقى له سنة مثلًا، وأنا أقول له: لأ الحاجة دي مش مهمة عشان أنا خدت الفلوس اديتها لفلان في العيلة عشان يعمل بيها كذا، مع العلم إنه فلان ده مش واخد الفلوس عشان هيعمل بيها عملية ولا داخل بيها العناية المركزة، مش محتاجها urgently، بس أنا شكلي قدام الناس اللي هو أنت عايز العيلة ياكلوا وشنا، أنت عايز يقولوا علينا إيه، فأنا هاحرم ابني من الفلوس اللي هو محتاجها لحاجة معينة وأقول له أنا اديتها لفلان في العيلة. طيب إيه كمان يا جماعة غير الفلوس؟ الأكل. بنلاقي في حاجات الأم ممكن تحطها في التلاجة وتبقى الحاجة دي مخصصة للضيوف، محرمة على ولادها في البيت عشان لما يجي حد نقدم له منها، فيفضل الطفل باصص للحاجة اللي في التلاجة وهيموت عليها ومش قادر يمد إيده عليها عشان ماما قالت دي مش بتاعتنا، دي بتاعت الضيوف. طيب حاجة كمان الوقت، نلاقي الزوجة اللي مستنية زوجها عشان تقعد معاه بعد يوم شغل طويل مثلا ربع ساعة نص ساعة، تطمن عليه وتحكي له أخبار الولاد والبيت، وهو بيقول لها: لأ أصل أنا صاحبي ده عنده مشكلة كذا وصاحبي ده مش عارف واقع في مشكلة كذا، فلازم أكون معاهم في وقت زي ده. طيب انتوا عارفين يا جماعة القصة دي بتعمل ايه؟ إن إحنا نحرم أهل بيتنا من مال مثلًا، أو نحرمهم من أكل، أو نحرمهم من وقت، أو حاجات تانية كتيرة برضه ممكن نبخل عليهم بيها لمجرد إن إحنا رتبنا أولوياتنا غلط. إيه اللي بينتج عن الموضوع ده؟ بنخلق نفوس متعطشة دايما للحاجة اللي اتحرمت منها، فنلاقي اللي اتحرم من الفلوس بيدور عليها بطريقة غير مشروعة، ونلاقي اللي اتحرم من الأكل لما يقعد في تجمع عائلي أو مع أصدقاء عايز ياكل بسرعة كل الحاجات اللي هو ما كانش عارف ياكلها أو مش موجودة قدامه في البيت ومحرمة عليه. والزوجة أو الزوج اللي بخل عليه الطرف التاني بالوقت هنلاقيه بيصاحب ناس ممكن يكونوا مؤذيين أصلا ليه، بس هو عايز يعوض الوقت اللي مش بيقعده مع الشخص اللي بيحبه. فخلينا يا جماعة نرتب أولوياتنا صح